حسام حسن نفسه كان زعيم المختلفين والمعترضين والمحتجين على اختيارات المدير الفني لقائمة المنتخب الوطني لما لم يتم اختياره هو وتوأمه إبراهيم حسن. راح في صحبة لاعب آخر وهو محمود أبو الدهب، وراحوا إلى منزل بيت سكن المدير الفني، وقتها كان كابتن محسن صالح، بما فيه بقى من يعني الأخبار التي نشرت عن تلك الحادثة، واللي هي بمثابة يعني حادثة غرائبية عجائبية جدا، فيها قدر من رعونة الشباب ويعني الحماسة التي تصل أحيانا إلى قدر كبير من الحماقة، ويعني ما يشبه الترويع والذعر للمدير الفني والضغط عليه. دي واقعة لا يمكن أن ينكرها أحد، ونشرت في جميع الصحف والوسائل الإعلام ونوقشت من كل الأطراف. بس يبدو أن الذاكرة تريد أن تنسى أو تتناسى أو تتجاهل هذه الحوادث الحقيقية الواقعية